وصفة بقى لو جربتيها هتعتمديها في كل أكلك، على غدا على فطار حتى كمان على العشاء. جميلة جدا وبتفتح النفس. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. شوف هنعمل ايه. أنا معايا كوساية على قد الكمية اللي انت عايزاها، وبتنجانتين كده انت اعملي الكمية اللي تعجبك، ومعايا فلفل أخضر، وده الفلفل الأحمر اللي هدقه مع التومة. قطعتهم بالطريقة دي كده، رشيت عليهم ملح واسيبهم شوية. بتنجانة وانزل المية اللي فيه عشان انا حطيت له ملح، وبعد كده غسلته. بقلي البتنجان اهو بعد ما حطيته طبعا في الملح وشطفته حلو قوي من الملح اللي كان فيه، فكده ما يشربش زيت منك كتير. اخر حاجه بقى اطفي البوتاجاز والزيت سخن قوي كده، واحط الفلفل. يا دوبك خد لون كده وطلعته عشان كمان الفلفل ما ينشفش. بصوا الدقه وجمالها، توم ليمون ملح، شويه كمون صغيرين قوي، قرن شط احمر دقته مع التوم. ايه رايكم؟ انا واثقه ان اللي بتتفرج عليا هتروح جري تجيب البتنجان وتعمله بالطريقه دي. بصوا جميل ازاي يتاكل جنب اي حاجه، من غير حاجه. هاتي رغيف ملدن وجربي تاكليه كده من غير اي حاجه، جنب فول ماشي، طعميه، بطاطس، خضار، طبيخ. بقولك مش هتشيلي الطبق ده من على سفرتك. ايه رايكم؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد على خير. ما تنسوش لايكاتكم وتعليقاتكم الجميله اللي بتفرحني. اشوفكم على خير ان شاء الله يا احلى عيله في الدنيا. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.